أهلا بكل متابعينا في كل مكان. النهارده من داخل أحد أراضي الزراعية بمحافظة الإسماعيلية. هنتكلم النهارده عن انطلاق موسم حصاد الفراولة. زي ما كنا شايفين احنا من داخل الفراولة نفسها الأورجانيك في محافظة الإسماعيلية. النهارده هتكلم مع أحد أصحاب الأرض، هيكلمنا عن الحصاد الفراولة اللي بيتم من موسم لكام لكام. مساء الخير. مساء النور ازي عليك يا حضرتك؟ فندم. كل سنة يصلح حالك طيب، وانت منور طيب. الدنيا الله طبعا. يبارك لك ويصلح اسم حالك. حضرتك؟ سيد ابو حسن ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه طيب. وانت طيب. اتكلمنا بقى عن موسم حصاد الفراوله، ورغم ان كان منذ قليل كان في رحله سياحيه جايه من اسكندريه، يعني محافظات اخرى بتيجي هنا تستمتع بالجو الريفي هنا والفراوله الاورجانيك اللي هي من الاسماعيليه. والله هو موسم الفراوله بدأ معانا السنه دي متاخر جدا جدا عشان كان في عيب في الشتاء بصراحه، مم. والحمد لله ربنا كرمنا والزرع ظبط والحمد لله بفضل الله برضك. مم. ثم المهندسين. مم. والحمد لله رب العالمين موسمنا لسه بادئ بقاله 15 يوم الفراوله بتاعتنا احنا. ايوه، في ناس بتكون زرع الفراوله عموما اصلا من اول، يعني بيكونوا هم خلصوا بدري. انتوا ممكن تقعدوا لحد شهر 5 6. احنا هنقعد لخمسة ستة عشان احنا لسه بادئين، امال في فراولة بادئة من 3 شهور فات. امم. احنا زرعنا اتأخر بس الحمد لله، يعني انتوا شايفين الزرع اهو قدامكم. بسم الله ما شاء الله، احنا كنا هنحرته اولا يعني. باظ منا خالص والحمد لله بفضل بسبب الله. الجو. اه مم. الحمد لله، يعني احنا نحمد الله. وبعدين احنا بقالنا النهارده 15 يوم بنجمع فراولة، ولسه موسمنا بنسمي فيه ان شاء الله يعني. طيب تعالى بقى اتكلمنا عن الفراولة وفايدتها والضرر اللي ليها كالدودة او الجو العوامل لا هو ما فيش دودة، هو ما فيش دودة، هو كان في حاجة اسمها حمرة. اه. حمرا بتنشف الورق والحمد اه. لله، يعني بدأت ايه تخلص من عندنا وبناكل من الفراولة ونجمع منها هي دلوقتي. الاول بتبقى وردة اه وبتلمع زي وردة، ما انت زهرة. زهرة كده. زهرة اهي اول ما امم. بتطلع، بعد كده بتكبر زي كده خضرة، بعد اه. كده تبقى حمرا زي كده. اه. وايه واحدة واحدة يعني، ما امم. زرع برضه بيمشي تبدا براحته. بعد كده تبدا تخضر وتحمر، اه هي اه زي ما اه انتم شايفين تبدا الوان اه تظهر. اه اه. يعني دي كده لسه اسبوع عشان تتقطع الحمرا اللي انت شايفاها دي. تشرب ميه ازاي بقى يا حاج؟ خراطيم خراطيم تحت البلاستيك اهو. اه. اه. خرطوم تحت البلاستيك اهو، بصي حضرتك اه. تاني اهو خرطومين في مم. الموسم المصطبة. بيبدأ من شهر كام لكام؟ سيبك بقى من حضرتك لسه زارع او الكلام ده، هو اصلا الفراولة عموما من شهر كام لكام بتبدأ تزرع؟ الفراولة ان شاء الله كده يعني بقالها شهرين بالظبط شغال. اه. في ابو خليفة عندنا برضك، هناك في ابو خليفة. مم. عندي ارض في ابو خليفة برضك بس طرحت بدري دي. مم. امال هنا بصراحة هنا في التعاون لسه يعني بتبشر بقالها 15 يوم. مم. طيب كلمنا بقى نهاية الفراولة، او رغم ان الناس النهارده الفراولة بيقولوا عليها انواع، كذا نوع، النهارده الناس جاية على اورجانيك. احنا عندنا الاورجانيك وعندنا الفرتونة مم. وعندنا اللهم صل على سيدنا بيبان محمد. عليها ازاي؟ هو مش كلها فراولة لا واحدة لا ولا هي بتبقى على لا حسب لا، السنة بس؟ احنا عشان الشتلة السنة دي ما كانتش حلوة جبنا من اه. مشتلين، والمشتلين غير بعض. مم. يعني انا معايا نوعين فراولة هنا الوقت. فين بقى؟ ورينا كده، دي اللي هما النوعين دول صح؟ اه اه بس مش فيها ميه، خلي بالك. ده دلوقتي يعني اه. هو زرع في بعضه، يعني ممكن اقول لك مم. الشجرة دي نوع مم. والشجرة دي نوع. مم. اهو مم. عشان انا مرجع في واحدة نشفت وحطيت مكانها جديد، والحمد لله ربنا كرمني مم. فيها واشتغلت الحمد لله. بس هو بقى يعني محدش يعرف النوعين مع بعض الا ايه المزارع صاحب مم. الارض. مم. زي ما يعني انتوا شايفين. هو في برضو اخضر كتير، في احمر كتير، ايه اه السبب ان كله ما بيطلعش في وقت واحد يا حاج؟ ما هي دوار برضك، دوار يعني يعني. سبحان الله الفراوله، يعني الشجره دوار. نفسها بتطلع حبايه حمراء وممكن الخضراء وممكن ما الزهره. ما ايوه، ما انا كل اسبوع بجمع. اه. بجمع الحمراء بس. مم. الخضراء بعد الاسبوع التاني بتحمر، النواره تقبر، مم. التانية ورا منها زي كده بالتدريج. انا بلف في المزرعه اجيب الحمراء بس، مم. اجيب الحمراء بس. مم. ما هي الخضراء دي ما حد. يعني الخضره دي مش هتتباع لا اصلا، ما الخضراء ما ينفعش تتباعش، تتقطع، لا حرام. لا حرام ما اه. تتقطعش، ولا الورده البيضه ديت. مم. الورده دي يعني ما تتقطعش عشان هي اللي ايه، مم. اللي لسه مستنظرينها. امال الحمراء هي باينه، اللي تتاكل باينه واللي ما تتاكلش باينه. طيب امتى الفراوله بتبوظ؟ دي ما الحر يخش. دي الحر طب المطر والسقعه بتاثر على الفراوله؟ اه اه فراوله المطر بتقدر تحافظ بالذات. عليها ازاي؟ يعني انا كان عندي انا مثلا. محافظ عامل شيء زي ما انتم اه. شايفين. اللي فوق ده اه. اه اتحدى اي حد عامل الشغل ده في اي مكان. انا مغطي فراولتي في ناس بالشاش. بتغطيها بقى بأكياس. لا أكياس اللي هي البلاستيك. لا، ده هي الملش اللي بتتشد كده وتزرع عليها. اه. دي البلاستيك اللي بيتزرع الملش. ايوه. امال انا عامل صوبه مكلفاني جامد عشان احافظ على الفراوله من المطره، من ما رشش كتير برضك عشان مم. الفراوله تبقى مسكره. يعني الرش ده يعني ما برشش انا، الله شويه مغذي بسيط بس.
طيب كلمنا معلش اخر حاجه عن الفراوله سعرها كام الفتره دي، وليه سعر الفراوله بيزيد؟ هل عشان الاعلانات؟ في المصانع فتحت وبتلم بكميه جامده عشان الفراوله دي بتتصدر، والفراوله بتتصدر مم. والمحصول بتاعها السنه دي قليل. الفراوله ماسكه 40 جنيه، ما مش هتنزل، وممكن تزيد. ايوه انا بنزل السوق بلاقيها 40 اه جنيه و30 جنيه، وفي ناس عش... تنزل 30 جنيه مثلا ده الفراوله. هي شدت كمان لما المصنع فتح. مصنع ايه ده بقى؟ المصنع اللي بيجمد اه الفراوله بيلمها وبيجمعها، وبيستوردها بره مصر. بيحطها في شكاير ويدخلها التبريد تتجمد وبتسافر بره. هو دي بسم الله ما شاء الله اللي ظبط لنا ايه الموسم. مم. حتى موسم المانجا نفس العينه برضه، احنا ربنا كرمنا السنه دي موسم المانجا عشان التصدير. مم. التصدير يعني حاجه مهمه جدا جدا جدا. طيب بالنسبة لل عموما الاستيراد والتصدير، بيكون في سفر ليها حاجة معينة ولا هو نوع واحد؟ لا احنا بنتفق بقى مع بتوع التصدير يعني في اورجانيك، في اسمها ايه لا دي؟ هم الفرتونه. كرتونة. لا هم بياخدوا اي فراوله. الكرتونة دي بتبقى مليانة شوية. اه هم اي فراوله بياخدوها، بس هم بقى بتتجمع مم. حضرتك زي كده اهو، بتروح المصنع مم. بتتجمع دي كده اهو، مم. اهي حضرتك كده، ايوه. تروح المصنع تتجمد على كده مم. وتسافر بقى، مم. تسافر في الطياره وزي كده. في اول الموسم كان الكرتونه منها ب 500 جنيه، دي بقى كرتونه نوعها ايه؟ ال5 كيلو. اه دي نوعها ايه دي بقى؟ دي الفرتونه. كرتونة. بس في بتكبر حجم شوية كبير الكرتونة. دي بقى متهرمنه، احنا ما بنهرمنش عشان الناس اه بتيجي تاكل من الارض وما بنحبش الهرمنه والحرام بيبان احنا عندنا اولاد. طعم الدواء اه نفسه. بس عندنا اولاد، في ناس ما تاخدش بالها. مم. امال احنا عيالنا بينزلوا ياكلوا، بيح- اه اطفال يعني والكبار برضك، بس لازم يبقى حاجه نظيفه، لازم تبقى حاجه نظيفه. انت حضرتك يعني عندنا الفراوله احنا ممكن ايه مم. نقطعها وناكلها من هنا على طول، ليه؟ في البلاستيك، في النظافه بتاعتها، ايوه اه في النظافه بتاعتها. مم. بتقدر تحصد كل وقت قد ايه؟ كل يوم؟ لا كل 4 ايام، مم. كل 4 ايام حسب عشان تستوي زي الارض كده، عشان تستوي بسم الله عشان اه تستوي زي المانجا كده. الا جميل. اه عشان تستوي زي كده. اه انا لو قطعتها مم. بيضه زي كده، اه زي كده مش مم. هتتاكل، تبقى مم. حادقه. مم. امال دي شقه اهي. الله ينور. اه تمام. انا بلف اجيب الحبايه الحمراء بس. مم. تمام بشكرك جدا، نورتينا النهارده، كل سنه وأنت طيب، شكرا لحضرتك. ورمضان كريم عليك برضو الله وعلى الاسره الله اكرم، الكريمه الله وعلى يصلح حالك. شعب اسماعيليه اللهم امين. بخير. وان شاء الله هنستمر مع حضرتك في موسم الفراوله خلال الايام القادمه. يا مرحب بكم في اي وقت، يا شكرا مرحب جدا بكم في اي وقت. لحضرتك.